بسبب التضخم وارتفاع الاسعار والزياده الاوفر اللي بتحصل في الدولار الفتره دي، هتلاقي حضرتك دايما بتشتكي من ضيق الرزق وبتلوم على البلد او الرئيس او حتى الظروف الاقتصاديه، ولكن مع الاسف بيكون رايح عن بالك السبب الاساسي في الضيق اللي حضرتك بتمر بيه. وعلشان كده هقول لك على بعض الاسباب اللي بيترتب عليها ضيق الرزق، فتابع معايا للنهايه لعلك تستفيد. مبدئيًا كده خلّيني أوضّح لك حاجة مهمة جدًا، وهي إن في نوعين من الرزق ربّك سبحانه وتعالى مقدّرهم للبشر. أول نوع منهم ده حضرتك ما لكش أي دخل فيه نهائي، ومش مطلوب منك أي حاجة مهما كانت علشان تقدر تحصل عليه. أمّا بقى تاني نوع ده بيكون اختياري، وأنت بأفعالك أو بأعمالك اللي بتحدد إذا كانت ليك الأحقية في الحصول عليه أو لأ. طيب إيه هي بقى الأنواع دي؟ خلّيني أذكر لك مقولة الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه في الموضوع ده حين قال: "الرزق نوعان، رزق يطلبك ورزق تطلبه، فأما الذي يطلبك فسيأتيك ولو على ضعفك." وأما الذي تطلبه فلن يأتيك إلا بسعيك وهو أيضًا من رزقك، فالأول فضل من الله والثاني عدل من عند الله. يبقى أول نوع من أنواع الرزق هو الرزق اللي بيطلبك، وده رزقك وهييجي لك مهما كانت أفعالك ومهما كانت تصرفاتك، يعني ده نقدر نسميه رزق غير مشروط. سواء بقى كنت بتعمل الخير أو العكس، سواء كنت بتسعى وبتشتغل أو لأ، سواء كنت تستحق أو لا تستحق، كده هتحصل عليه. وده برضه بنص كتاب ربنا سبحانه وتعالى حين قال في القرآن الكريم: "وما من دابة في الأرض ولا في السماء إلا على الله رزقها." وده وعد واضح وصريح من ربك سبحانه وتعالى إن هو اللي متكفّل بيك وبكل دابة على الأرض مهما كانت كبيرة أو صغيرة. وهو برضه سبحانه وتعالى من يرزق النملة السوداء في الصخرة الصماء في الليلة الظلماء في الصحراء الجرداء التي لا زرع فيها ولا ماء. وكمان برضه هو اللي قسم لك رزقك من وأنت لسه جنين في بطن والدتك عن طريق إيه؟ عن طريق الحبل السري. ووقت ما بتتولد بيجري حليب الرضاعة في ثدي الأم بدون أي تدخل بشري، لا منك ولا من والدتك. وبعدين بتكبر شوية فتلاقي ربك سبحانه وتعالى مسخر لك أب بيحبك ويكون هو السبب في جلب الرزق اللي ربك باعته لك، وبرضه بدون أي تدخل منك. وبكده حضرتك بتفضل في المرحلة دي اللي هي الرزق الغير مشروط لوقت ما توصل لسن البلوغ، اللي هو تقريبا بيكون من 16 سنة فما فوق. طيب وبعد كده، بعد كده حضرتك بيكون ليك حرية الاختيار، يا إما تروح تسعى وتجتهد في البحث عن الرزق المشروط اللي هتطلبه، يا إما تفضل في الرزق الغير مشروط اللي بيطلبك. بس أحب أوضح لك إنك لو فضلت في مرحلة الرزق الغير مشروط هتوصل لمرحلة كلنا بلا استثناء سمعنا عنها، وهي مرحلة العوالة، يعني هتكون عالة على المجتمع. وطبعا زي ما كلنا عارفين إن المصطلح ده بيطلق على الشخص اللي ما بيشتغلش وبيكون عايش عالة على أهله وعبء عليهم، فبلاش تعيش عالة على المجتمع، تمام؟ وده كان توضيح لأول مرحلة من مراحل الرزق. نيجي بقى للمرحلة التانية وهي الرزق اللي حضرتك هتطلبه أو الرزق المشروط. إيه هو الرزق المشروط؟ ده بكل بساطة اللي حضرتك بتحصل عليه باجتهادك وسعيك وعملك، ومستحيل هتقدر تحصل عليه وأنت قاعد في بيتك ما بتشتغلش. طيب السؤال هنا بقى، هل استمرارية السعي تحتم الوصول للرزق؟ طبعًا يحتم الوصول. طيب هاعمل إيه؟ الموضوع بسيط جدًا، كل اللي عليك إنك أولًا هتاخد بأسباب الرزق، ثانيًا هتتقي الله في كل خطواتك فقط لا غير، علشان ربك سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: "ومن يتق الله يجعل له مخرجًا." وإيه كمان؟ "ويرزقه من حيث لا يحتسب." كلام جميل، بس يا ترى في أسباب تانية؟ طبعًا. بُص يا سيدي، أولًا الاستغفار، ثانيًا التوبة. افتح معايا كده المصحف من موبايلك واكتب في الsearch استغفار، وشوف قد إيه الاستغفار مقترن بالحياة الطيبة والرزق الوفير والبنين والبنات وكل الخيرات الجميلة دي. هتلاقي ربك سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: "وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعًا حسنًا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله." وقال تعالى: "قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا." ودي بعض الآيات من ضمن آيات كتير جدًا بيقترن فيها الاستغفار مع الرزق الوفير والعيشة الطيبة. ومش بس كده، التوكل كمان سبب أساسي وكبير جدًا للرزق. في حديث قدسي بيقول: قال الله تعالى: "لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا." ومعنى الحديث إنك تخرج لطلب الرزق وأنت اعتمادك الكلي على ربك، وواثق إن هو الرزاق، وإن سعيك ما هو إلا سبب أو مجرد أداة للوصول للرزق فقط لا غير. زي الطيور بالضبط، بتخرج الصبح جعانة وبترجع بالليل بطنها مليانة. وكمان ربك سبحانه وتعالى في سورة الطلاق بيقول: "ومن يتوكل على الله فهو حسبه." يعني ربك هيكون متكفّل بحضرتك زي ما قُلت لك. وكمان لازم تعرف إن ربك سبحانه وتعالى قال إن في حد هنضيّق عليه شوية في الرزق، زي ما بيحصل دلوقتي من أزمة اقتصادية ومعظم الناس بيجيبوا احتياجاتهم الضرورية أو التزاماتهم بالعافية، بس برضه ربك جاب لك الحل. طيب إزاي بقى؟
اسمع كده ربك بيقول إيه، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. يعني لو مريت بضائقة زي دي كل اللي عليك إنك تنفق في سبيل الله، وثق تماما إن ربك سبحانه وتعالى مش هيكلفك بما لا تطيق وأكيد هيفرجها عليك. يعني ما تنفضش بقى وتقول ما هي كده خربانة وكده خربانة، لا ربك لطيف وبيدي لك دايما الأمل اللي تعيش بيه، وبرضه عاوزك دايما تحسن الظن فيه لأن هو الرحيم الودود. أيوه، يبقى أنا المفروض أعمل إيه؟ أستغفر وأتوب وأعبد ربنا وبس؟ لأ، هتعمل حاجتين وما لهمش تالت. أولًا هتاخد بالأسباب المادية، اللي هو نشتغل ونجتهد زي ما ربنا سبحانه وتعالى أمرنا في القرآن الكريم، في قوله تعالى: "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه". تاني حاجة نتقي الله ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه دايمًا، لأن ربك سبحانه وتعالى أمرنا بالسعي لطلب الرزق بالتقوى. قال تعالى: "فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور". آخر حاجة بقى يا صديقي، السيدة مريم والسيدة هاجر وسيدنا موسى عليهم السلام، ال3 رُزقوا بأسباب مستحيل إنها تكون أسباب للرزق بالمقاييس الدنيوية مهما بلغنا من تطور. السيدة مريم مثلًا هزّت نخلة فنزّلت بلح، جرّب كده تهز نخلة وقُل لي حصل إيه معاك. والسيدة هاجر رُزقت الماء بالسعي بين الصفا والمروة في وسط الصحرا وفي عز الحر. وسيدنا موسى عليه السلام ربك سبحانه وتعالى نجاه من فرعون وجنوده بعصاه ضرب بيها البحر فانفرق فكان كل فرق كالطود العظيم. فبالله عليك يا مؤمن، لو أنت في ناس بتجري وراك بسلاح ودبابات وسيوف وحاصروك وأنت ما فيش قدامك غير البحر، وجيت أنا أو أي حد قُلت لك خُد العصاية دي اضرب بيها البحر ده لو أنت عايز تهرب من الموقف دوّة وتنجو بحياتك، هل هتصدقني؟ أكيد 100% مش هتصدقني، وأكيد برضه هتقول عليّا مجنون. فنصيحتي ليك وأنت بتسعى في طلب رزقك وبتاخد بالأسباب، ما تقيسش نتيجة الأسباب دي على إمكانياتك المحدودة، لأ خلّي النتيجة على ربك سبحانه وتعالى القوي القادر على كل شيء. وافتكر دايمًا إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فكل اللي عليك يا صديقي اسعى واتقِ الله في كل ما لك وتوكل على الله سيرزقك الله من حيث لا تحتسب. واحب اقول لك برضه بلاش تشتكي علشان الشكوى لغير الله مذلة، ولو عندك مشكلة في الغلا وارتفاع الاسعار وشايف انك مظلوم راجع نفسك، والله هتكتشف انك مقصر في امر من الامور اللي ربك سبحانه وتعالى امرك بيها وهو ده سبب شقائك. علشان انت عندك وعد واضح وصريح جدا من ربك سبحانه وتعالى حين قال: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فاهم يعني ايه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ يعني بكل بساطة لو طبقت الأوامر اللي ربك سبحانه وتعالى أمرك بيها والله ما هيشغلك لا زيادة أسعار ولا زيادة دولار ولا تضخم ولا أي حاجة خالص من الكلام ده، لأن ربك سبحانه وتعالى هو اللي بيرزقك، مش الدولة ولا الرئيس ولا المدير ولا أبوك ولا أي حد، هو ربك وبس. وربك اللي رزقك زمان هو اللي بيرزقك دلوقتي، وهو برضه اللي هيرزقك بكرة واللي هيرزقك بعد سنة وطول ما أنت فيك الروح. بس أنت قرب منه واسمع كلامه ونفذ أوامره وسلم له كل أمورك، والله لا يعطيك حتى يرضيك. وفي النهاية بقى أحب أقول لك أنا مش شيخ ولا بادعي الفضيلة، بالعكس أنا بشر زيك بالضبط وكُلّي أخطاء، فلو أصبت فده توفيق من ربي سبحانه وتعالى، ولو أخطأت فده من نفسي ومن الشيطان. ودي بقى يا صديقي كانت وجهة نظري في الموضوع ده من خلال بعض التجارب اللي أنا مرّيت بيها في حياتي، اللي تشوفه صح وهيفيدك خُده، واللي تشوفه العكس سيبه لي. وبس كده، أتمنى أكون قدرت أفيدك. شكرًا ليكم، كان معكم عبد الله شرف.